السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخوتي. بالبداية نبدأ بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليك يا حبيبي يا محمد. صلوا على رسول الله حتى نبدأ الفيديو بعون الله. ملخص مباراة الأهلي السعودي وكawasaki الياباني. انتهت المباراة بفوز الأهلي السعودي بهدفين مقابل لا شيء، والأهلي السعودي يتوج بطلا دوري أبطال آسيا. وأخيرا الأهلي السعودي يتوج من دون أي خسارة. فوز الأهلي السعودي على كawasaki الياباني بهدف مقابل لا شيء. الأهلي مسيطر على المباراة. شهدنا بالفرص الأخيرة بالشوط الثاني، شهدنا سيطرة نسبة قليلة لكawasaki الياباني، لكن الأهلي استطاع الفوز وأصر على هذه المباراة بالتتويج في هذه المباراة. هدفين مقابل لا شيء، وهدف جايينو الهدف الخيالي ما شاء الله. يعني شهدنا هدف من مسافة، وأيضا جابها في 90، وأيضا الريس كيسيه سجل الهدف الثاني. مبروك للأهلي السعودي، صراحة فرحانين على ما قدمه الأهلي السعودي في هذه المباراة. أفرحنا وأفرح يعني الشارع الرياضي اليوم من أرض المباراة إلى جدة. يعني هناك احتفاليات، يعني في باص مكشوف كله احتفال، يعني مجهزين يا جماعة، مجهزين وكلنا مجهزين ل طبعا هذه المباراة. يعني توقعنا هذه المباراة أهلاوية، والحمد لله تمت. ويعني كنا نتمنى إنه الخصم يكون سعوديا، لكن الحمد لله يعني فوز الأهلي اليوم كأنه فوز النصر، كأنه فوز الهلال. فيعني اليوم بيضوها الشباب. مبروك للأهلي السعودي، وأبارك لجمهور السعودية كافة بتتويج الأهلي السعودي. راح نحتفل كلياتنا اليوم بتتويج الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا. مبروك للأهلي السعودي هذا اللقب بعد معاناة كبيرة، بعد يعني شغل كبير للإدارة وأيضا للمدرب سي إسله في هذا. يعني كان عنده إنجاز يعني، ويعني شغل كبير في طبعا بينه وبين اللاعبين، من أجل كان هدفهم طبعا دوري أبطال آسيا من دون أي خسارة. مبروك للأهلي هذا اللقب، يعني والله فرحانين اليوم. جمهور الأهلي السعودي بارك الله بأعماركم. نبارك لجمهور الأهلي السعودي كلياته. يعني شو رأيكم بفوز الأهلي واستحقاقاته؟ إن شاء الله الأهلي يعني بعون الله يعني خسر يعني الدوري، أكيد ما راح يستطيع إنه يحقق بطولة الدوري، لكنه حقق دوري أبطال آسيا، وهذا الأمر اللي كنا نتمناه. بنهاية الفيديو ما بدي أطيل عليكم، أبارك لكم، أبارك لجمهور الأهلي السعودي اللي عم يتابع مقطع الفيديو بمناسبة فوز الأهلي السعودي والتتويج. أتمنى منكم الاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. جزاكم الله ألف خير، والحمد لله رب العالمين على كل حال. ويعني من الفرحة هاي ما عم نتكلم انه عن هذه المباراة، يعني بعد معاناة. يعني كان الأهلي بكل جدارة واستحقاق استطاع، رغم انه التعليقات كانت تقول انه الأهلي السعودي اليوم يخسر لانه فريق كawasaki منظم، لكن الأهلي ما شاء الله فعلها في هذه المباراة، واستطاع سحق النادي الياباني كawasaki وتتوج. اليوم راح نشوف الباصات، شوفوا من الباصات كيف اليوم تحتفل، والجمهور يخرج من أرضية الملعب موقف لا يحسد عليه اليوم صراحة. لا يعني أجواء خيالية اليوم. الاحتفاليات بجدة، الكل على جدة ويشاهد الاحتفاليات. على كل حال مبروك للأهلي السعودي التتويج. أتمنى منكم الاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. أستودعكم بأمان الله.